بسم الله الرحمن الرحيم. ما افتكرش ان انا بحط القافله بتاعتي الا في مكان مع الحدث اليوم بقى قافله يعني، فبحط في مكانها المناسب لاسم البرنامج واسم القناه. عنينا طبعا مرحبا وكل الترحاب خالد بيه عبد العزيز رئيس المجلس الاعلى للاعلام، وكذلك احمد بيه السليماني الاعلامي الضخم، كان مستشار معالي رئيس الجمهوريه في عهد سياده الرئيس عدلي منصور. في اللقاء اللي التقينا بيه معاهم بيقولوا لنا احنا عايزين اعلام مصري. مصر علمت كل دول العالم، افريقيا والدول العربيه ودول اخرى، ازاي هو الاعلام. فيا اما تطلعوا اعضاء نقابه اعلاميين تمثلوا اعلام جيد يمثل مصر، او بلاش. فطبعا احنا بنرد عليه بلقاء كده جيد، ونشوف معاليك ان شاء الله نعجبك ونكون عند حسن ظن سعادتك. معانا واحد من اسطوره الرياضه المصريه في نادي من اقدم نوادي واعرق نوادي الرياضه المصريه، النادي الاولمبي، ورئيسه كابتن ناصر الشاذلي. اهلا وسهلا بحلقه جديده. اهلا بيكم واهلا طبعا بالحدث اليوم وانا زيك بالظبط برضو. تابعني المهندس خالد عبد العزيز طبعا وكاتبنا الكبير والصحفي الكبير والاعلام الكبير الاستاذ احمد السليماني. طبعا حقيقه شيء جميل اسعدنا كلنا حقيقه يعني. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. معليك احنا النهارده والسنه دي السنه المنتهيه وداخلين في سنه جديده. احنا عارفين المواسم بتبدا مثلا من 7. المواسم عندنا في مصر مش من يناير لديسمبر، لا بتاخد من نص السنه الى نص السنه اللي وراها. فالموسم بتاعنا متالق. فريق كوره الله اكبر الاول على المجموعه بتاعته، ان شاء الله ننتظر صعوده. افتكر النهارده عند حضرتك ماتش مع بحمص موجود النهارده باذن الله تعالى. احنا معطلين على ناصر بيه النهارده، بس من حبنا فيه وعشمنا له يعني. نادي كره القدم في نادي الاولمبي طلع احمد الكاس، محمد الكاس، اسماء عافيه وقويه شرفت الكره المصريه. احنا النهارده هندور بس نصعد، ولا في خطه بقى مستقبليه لفريق كره القدم العريق لنادي الاولمبي؟ والله الحمد لله، يعني احنا 3 سنين بنجتهد وبنحاول نوصل للافضل وللاحسن، وربنا يمكن اعطانا الصواب ان احنا نعمل الحمد لله بعد التجارب والخبرات اللي اكتسبناها في خلال ال3 سنين اللي فاتت ان احنا نعرف الطريق الصح. والحمد لله انتقينا مجموعه حقيقه ممتازه من اللاعبين وجهاز فني على اعلى مستوى بقياده الكابتن احمد سمير، بقاله اكتر من 1.5 سنة معانا حقيقه. الحمد لله. طبعا كان كل تخطيطنا ان احنا الكره ترجع للاولمبي تاني والاولمبي يرجع للكره تاني، وزي ما كل مصر بتتمنى وكل عشاق كره القدم بيتمنوا وجود الانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه. النادي الاولمبي هو نادي جماهيري، نادي شعبي. كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في النادي. هو بالتالي كان هدف مجلس الاداره ان بعد قرارات اتحاد الكوره وعمل مسابقه جديده اسمها دوري المحترفين. طبعا فتظل لنا زي ما احنا في دوري الدرجه الثانيه به، وكان لنا امل والطموح لدوري المحترفين نلعب في وسط هذه المجموعه. واعتقد احنا قريبين من او ماشيين في الطريق ان شاء الله تحقيق الحلم ده. احنا النهارده عندنا مباراه باذن الله، يمكن قدامنا يعني لو ربنا وفقنا كمان مباراتين ونتاهل للدوره المجمعه ان شاء الله. الدوره دي ان شاء الله هتقام بعد عيد الفطر المبارك ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب حبيبي. وطبعا اعتقد هيكونوا 6 فرق ان شاء الله. هيكون يعني لنا 10 مباريات فيها ذهاب وعوده، واحنا مستعدين الحمد لله، ومعنا فريق كامل بالاحتياطي بتاعه، وباذن الله نفرح شعب اسكندريه تاني. يا رب يا رب يا فندم، ونعود يا رب للمحترفين حاليا. فلما نيجي نتكلم عن النادي الاولمبي بنتكلم عن ايه؟ العقل المفكر للشعب السكندري. كلمني عن النادي الاولمبي من الناحيه الاجتماعيه، ثم حضرتك بعد اذنك عشان سمعنا شويه اخبار حلوه كده في النادي تطرق الى الواجهه الاقتصاديه. بص حضرتك، النادي الاولمبي نادي اولا اجتماعي رياضي، انشأ 1905. اعتقد يعني تاني اقدم نادي في مصر. النادي دلوقتي النهارده اعتقد 119 سنه وداخلين في 120 سنه ما شاء الله ما شاء الله. فيعني لنا بصمه في الرياضه المصريه يعني، وبفتخر ان انا يعني احد نجوم النادي اللي عملوا اسم للنادي الاولمبي في الرياضه المصريه. يحصل البركه والشرف للشعب الاسكندريه كله. وطبعا احنا يعني بما يقال ان احنا
النادي الاولمبي هو نادي الميداليات الاولمبيه او نادي القرن في الميداليات الاولمبيه. مظبوط. مش بس في اسكندريه، لا، في مصر، في الدول العربيه، في الدول الافريقيه، في باريس 24 يا فندم هي كانت منوره اولاد النادي الاولمبي. الشرق الاوسط، لان احنا واخدين تلت عدد الميداليات الاولمبيه لمصر، وده رقم مش سهل النادي يوصل له. ما شاء الله. اعتقد لا القرن اللي فات ولا القرن اللي احنا فيه ده ان ممكن نادي يوصل لميداليات النادي الاولمبي. يعني لو الاهلي نادي القرن في كره القدم، فانتم نادي القرن في الميداليات الاولمبيه، في الاولمبياد. ودي حقيقه ما حدش يقدر ينكرها. لينا بصمه في، احنا عندنا 15 لعبه، لينا بصمه في ال 15 لعبه، العاب فرديه او العاب جماعيه. احنا النادي الوحيد اللي حصل على بطوله الدوري العام من خارج، اول نادي من خارج القاهره يحصل على بطوله الدوري العام. احنا نادي اخذ كاس مصر اكتر من مره. انجازاتنا الحمد لله يعني في طبعا الناحيه الاجتماعيه في النادي لسه قرار مجلس الاداره بتاعين وعمل اللجان للدوره او للسنه 24 25 بعد الجمعيه العموميه. والناحيه الرياضيه طبعا احنا الحمد لله بنسعى جاهدين في الفرق الجماعيه ان احنا نكون من الكبار فيها ان شاء الله. وبالنسبه طبعا للانشاء داخل النادي، الحمد لله احنا مجلس الاداره كان له خطه وخريطه واشتغلنا عليها، والحمد لله انجزنا حمام السباحه. مشروع كان كبير وما حطيناش للدوله عبء اي تكاليف فيه. احنا تحملنا في ال4 سنين دي كل الاعباء الماليه ووفرنا مصادر التمويل كلها للمشروعات بتاعتنا. ملعب كره يد، عملنا ملعب مفتوح على اعلى مستوى حقيقه بتكلفه 2 مليون جنيه. طبعا الاسم كان مفاجاه. البرنامج بايدينا اهو فندم. اول ان شاء الله في طبعا نجمنا الكابتن احمد الكاس، مجلس الاداره اخذ قرار بالملعب ده يسمى باسم الكابتن احمد الكاس، وده حقيقه اقل شيء نقدر نقدمه لاحمد الكاس بالانجازات اللي عملها للنادي الاولمبي او لمصر. حقيقه طبعا مشروع البوابات، خلصنا 4 بوابات على اعلى مستوى يليق. احنا شايفين بوابات احمد زويل جميله بره حقيقه يليق باسكندريه ويليق بمدخل اسكندريه. اسوار النادي كلها تقريبا متجدده، فاضل جزء صغير ان شاء الله قريبا هنبتدي فيه. اعتقد النادي الاولمبي اصبح يعني كل حاجه. عبور ميه ما بيتفرج على النادي بيقول لي انا بحس ان احنا النادي الاولمبي اتغير شكلا ومضمونا في ال4 سنين دول حقيقه، وتطور غير عادي لاحظوه فيه. كابتن ناصر بعد اذن حضرتك، من كتر اللي احنا بنقوله زمان الساده المشاهدين دلوقتي متوقين، طب لو انا عايز ابقى عضو في النادي الاولمبي ايه الاجراءات؟ ادفع كام؟ والله احنا النادي طبعا بيخضع للشباب. سياده النائب محمد سعيد بيحب حضرتك جدا يعني. الله يخليه طبعا، ده يعني حقيقه شخصيه جميله جدا، وانا بسعد لما بنزل القاهره في قناه الحدث وبتقابل معاه. بيشرفنا بوجود معاك، وطبعا مشرفني في النادي هنا برضو لما دعوته في مره. احنا مصورين وعند حضرتك هنا قبل كده. فحقيقه انا يعني الشخصيه دي بعزها جدا، وشخصيه جميله وحبوبه تمام. قول لنا بقى يا فندم، عايز اشترك انا مثلا، انا اسلام الغنيمي هو عايز ابقى عضو. احنا بص حضرتك، احنا النادي الاولمبي طبعا احنا نخضع لشباب الرياضه، وكل الموافقات اللي بناخدها رسميه من الدوله المصريه طبعا. واحنا رسومنا يمكن من اقل الانديه اللي موجوده في اسكندريه 150,000 جنيه. اعتقد بندفع الثلث والباقي بيكون على فترات. احنا بنقدم التيسيرات لان احنا جزء من المجتمع السكندري، ونعلم ظروف الاسر المصريه، فبنحاولش نضغط عليهم. والرياضه يعني حق اصيل ممارسه لكل الشعب، وده في الدستور بتاعنا. فلا بد ان احنا كمان نساعد وما نقصوش ونضغط على الناس. النادي الاولمبي، نادي الاتحاد، نادي سبورتنج، نادي سموحه، كلها اولاد الاسكندريه، كلها اولاد الصغر، ويرفعوا اسم علم اسكندريه وشعبها العظيم. احنا تشرفنا بهذا اللقاء الرائع واعطيناك، ونتفرج بقى على ماتش ابو حمص كده ونشوف نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نعود الى استوديوهاتنا.